آخر حاجة كنا ممكن نتخيلها إن التكنولوجيا والذكاء الصناعي هيهدد مجال التمثيل، زي ما سمعت كده هينافس الممثلين في السينما منافسة حقيقية بأبطال حقيقيين. دايما كنا بنفكر عن تأثير التكنولوجيا والذكاء الصناعي على الوظائف الروتينية مش الإبداعية، لكن الحقيقة إن الزمن بيتغير بسرعة أكتر مما كنا نتوقع. اللي قدامكم دي تيلي نورد، ممثلة تم توليدها بالذكاء الصناعي، مش إنسانة حقيقية لكنها بتمتلك ملامح وتعبيرات ومشاعر تكاد تكون حقيقية بالفعل. ولو شايف إن ده مش تهديد، أحب أقول لك إن ده تهديد حقيقي وكبير جدا، وعمل ضجة كبيرة بالفعل، لدرجة إن بعض الممثلين العالميين رفعوا لافتة بتقول الذكاء الصناعي ليس فنا. ولو نفتكر فيلم افاتار سنة 2009 حقق ايرادات قريبة من 3 مليار دولار. استخدام تقنيات وقتها كانت بسيطة مقارنة بالتقنيات اللي احنا بنعيشها النهارده. دلوقتي مع ممثلين بيتم توليدهم بالخوارزميات، المخرج يقدر يتحكم في الشكل والاداء والتعبيرات بدقة خرافية من غير حدود ومن غير ظروف بشرية. يعني بدل ما شركات الانتاج تتعامل مع ممثلين حقيقيين، هتتعاقد مع مهندسين ومبدعين متخصصين في مجال الذكاء الصناعي لإنتاج أفلام حقيقية بالفعل. التكنولوجيا ما بقتش رفاهية ولا حكر على مجال معين، والتغيير الجاي هيطول كل المجالات. تطور حتمي، لكن اللي هيفرق فعلا هو القدرة على التأقلم. وده كان سر قوة الإنسان عبر آلاف السنين. التطور ده مش مجرد تهديد، هو كمان فرصة حقيقية لأصحاب المواهب الفنية والمبدعين، خصوصا اللي شغالين في مجالات التقنية والذكاء الصناعي. وده اللي بتراهن عليه دولة الإمارات النهاردة، اللي أطلقت مسابقة عالمية بجائزة مليون دولار لإنتاج فيلم كامل باستخدام أدوات الذكاء الصناعي. المسابقة جزء من قمة المليار متابع لعام 2026 في دبي، بينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات وجوجل جيميناي. الفيلم لازم يكون من 7 ل 10 دقائق، وعلى الأقل 70% من إنتاجه بيتم بالذكاء الصناعي. المشاركة مفتوحة لأي مبدع حول العالم، والتفاصيل الكاملة والاشتراك هتلاقيه في لينك لموقع جوجل الرسمي في أول تعليق.